تعالي لو ارجيك المرجع، فيك كمان تعملي منه سكرين شوت وتنزلي الكتاب من على الانترنت تتاكدي من هذا الكلام كمان. يعني ليش يهوذا مثلا مش شخص ثاني؟ تمام، انا راح اورجيك كم مرجع بدك بيقول يهوذا، 1 2 3 4 5 لا انا بس كلهم مراجع بس على شو استندت حتى انا طيب. اعرف ادور. اعملي سكرين شوت، اعملي سكرين شوت. تاريخ المسيحيه الشرقيه. اوكي. هذا فيك تنزليه من المكتبه المسيحيه على الانترنت. تاليف عزيز سوريال عطيه، ترجمت اسحاق عبيد. الصفحه 54. طيب شو بيعرفك حكيه صح؟ ما هو مو حكي واحد بس، انا راح اجيب لك مراجع كمان. 54. تمام؟ تمام. فإنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية، أو أن شخصا بديلا له قد صلب بدلا منه، إما ثواني نكبر، إما مين؟ يهوذا الأسخريوطي أو سمعان القيرواني. سلام المسيح مع الجميع. هذا الشخص اللي كان يتكلم مع الأخت المسيحية كان يوهمها إنه آباء الكنيسة الشرقية كانوا يقولوا إنه اللي انصلب يا إما يهوذا الأسخريوطي أو إنه سمعان القيرواني. نقرأ من كتاب تاريخ المسيحية الشرقية اللي هو جابه، طبعا تأليف عزيز سوريال عطية، ترجمة إسحاق عبيد. طبعا بقتبس هو من صفحة 54. شو بيقول؟ فإنهم يقولون إنه إما أنه قد أنقذ من عذاب الصلب بمعجزة علوية، أو أن شخصا بديلا له قد صلب بدلا منه، إما يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني. وإجا كمان بده ينقل الأخت على كتب ثانية حتى يوهمها إنه الآباء الكنيسة بيقول اللي صلب هو يهوذا الإسخريوطي أو سمعان القيرواني. لكن لو كملنا النقطة اللي بعديها، وهذه الآراء شبيهة بهرطقة قديمة كان قد ابتدعها لاهوتي يدعى ماركيون، وصارت تعرف باسم خلاصة اللاهوت دوسيتيزم، ومن ثم فقد عرفت باسم الدقاطية. الدقاطية اللي من الكلمة اليونانية دوكيو، خيل إليهم أو شبه لهم، وهذا اللي أخذها القرآن، شبه لهم. نكمل. ولقد بادرت الكنيسة بإدانة هاتين البدعتين الدقاطية والغنوصية، وشن عليهما الآباء الباكرون هجوما شديدا منذ البداية. فلقد هاجم القديس إغناطيوس أسقف أنطاكيا أفكار الدقاطية ونظريتها عن المسيح، ولم يخشى الرجل أن يساق إلى ساحة المضمار الروماني ليستشهد فيها. طبعا هو تم القبض عليه وساقوه لروما وألقي للوحوش. كذلك هاجم كل من القديس إريناوس اللي هو تلميذ بوليكاربوس اللي هو تلميذ يوحنا رسول المسيح وهو أسقف ليون، وأيضا ترتليان أسقف قرطاج، والقديس هيبوليتس الروماني. هذه الأفكار الغنوصية، يعني هاي الأفكار كلها غنوصية. شو معنى غنوصية؟ يعني المسيح كأنه جسم هلامي خيالي، كان يأكل كان يشرب صلب لكن كله هذا خيال بخيال. والقديس إريناوس من الناس اللي كتبوا كتاب كامل اسمه ضد الهرطقات، وهاجم هذه الهرطقات. يعني مثلا سمعان القيرواني هاجم بدعة باسيليدس، الباسيليديين اللي بيقولوا انه في عندك 365 سماء، وفي يعني لكل سماء إلها إله وإلها يعني كلها هرطقات بهرطقات. فهذا الشخص جايب لي من كتاب أصلا، يعني الكتاب إذا رحنا على الفهرس قديسون وهراطقة عصر أثناسيوس وكيرلس، ببلش من صفحة 52 وبطلع بعديها 54 النقطة اللي حكيناها. فهذا الكتاب بتكلم عن الهراطقة والأفكار الهرطوقية اللي تم ذكرها. فأنت ليش توهم الأخت وكأنه المسيحيين أو الآباء بيقولوا إنه الصلب يهوذا أو الصلب سمعان القيرواني؟ لكن أنا هذا الشخص إذا بده نعمل حوار محترم عن الصلب أنا جاهز، إذا بده نعمل حوار محترم عن المعزي أنا جاهز. هذه رسالة لك يا طالب علم، بقولوا عنك يا طالب علم، إذا بدك نعمل حوار محترم بس بلاش تدلس على الناس البسطاء. في النهاية سلام المسيح للجميع.